اي حد له صاحب اهلاوي يروح دلوقتي يحب على راسه ويطلب منه العفو والسماح. الناس دي يا جماعه زعلها غريب، زعلها وحش قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ شفتوا اسامه ابو علي جراله ايه؟ لسه كان هاتريك في كاس العالم للانديه ومكسر الدنيا، بس اتملعن عليهم وغضبوا عليه. النادي الامريكي مش عارف يأيده، بقى قاعد على الرصيف مش لاقي نادي. وسام ابو علي دفعوا فيه 7 مليون ونص ومش عارفين يأيدوه، ويقول لك اصل سقف الرواتب وما اعرفش ايه. سقف الرواتب؟ سقف الرواتب ولا سقف غضب الاهلاويه؟ يا جماعه اللي له صاحب اهلاوي اوعى يزعله، زي ما بقول لك تحب على راسه مره الصبح ومره بعد الظهر. هو كده. عمركم شفتوا حد ساب النادي الاهلي وقلع التيشيرت الاحمر ونفع في اي مكان؟ عمركم شفتوه؟ سواء رمضان صبحي ولا غيره ولا غيره. لا 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 يا جماعه، لا يا جماعه، الناس دي بينها وبين ربنا عمار. اللي يزعلهم ما بيكسبش، وغضبهم الله لا يوريك، الله لا يوريك. ما حدش يزعلهم يا جماعه. يا جماعه الكلام ده يوصل لكل جماهير الكره المصريه.